ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. النهارده هعمل معاكم ايه؟ طريقه مكرونه حلوه قوي قوي، بتتباع في زي دكان صغير كده او محل صغير في السيده زينب، وبيقفوا عليه بالطوابير. اللي بتعمل المكرونه واحده ست. فانا لما لقيت الزحمه سالتها، قالت لي على الطريقه وهقولها لكم دلوقتي. المكرونه مش بتتسلق، مكرونه بتتحمر. طبعا المكرونه بتاعه التحمير معروفه اللي هي المكرونه الصغيره دي. فانا هحمر المكرونه كويس، بعدين هرجع اوريكم الخطوات. المكرونه دي هتعتمدوها تحفه جدا يا جماعه. فانا هحمرها وارجع لكم تاني. طبعا هنا انا بحمر في المكرونه. تقدري تحطي زيت، تقدري تحطي سمنه، زبده، اللي انت عايزاه. التحمير ده حاجه ترجع لك، حاجه اللي تحبيها. انا حاطه زيت ذره وبحمر المكرونه. بشره بصله صغيره، وهوريكم بواقي الحاجات اللي بتتحط عليها. والمكرونه في الاخر بيبقى طعمها تحفه يا جماعه. بقول لكم طوابير عليها ما شاء الله، ربنا يزيدها يا رب. المكرونه هنا اتحمرت. هبدا احط ايه؟ احط البصلايه المبشوره. حطيت انا ايه؟ معلقه صلصه، بشرايه مبشوره، ونص معلقه ثوم مفروم اهو، واقلب. الريحه مش قادره اقول لكم يا جماعه اهو. وانزل بعصر 4 طماطميات. واقلب. طبعا لازم نحط ميه ونسيبها تستوي. توابل بقى: ملح، فلفل اسود، بابريكا، شطه. مش عايزه تحطي شطه، خرطي قرن فلفل حامي عليها. انا هحط الميه وارجع لكم. هنا انا خلاص حطيت الميه مع الاربع طماطميات صلصه المفرومين بالخلاط، معلقه الصلصه، نص معلقه الثوم، البصلايه المبشوره، ملح، فلفل اسود، بابريكا، شطه. لو مش عايزه تحطي شطه حطي قرن فلفل حامي، وغطي عليها وتستوي، بعدين نغرفها سوا. والله جميله جدا وهتدعوا لي على طعمها. هغطيها واسيبها تستوي وارجع لكم. كده المكرونه خلصت وغرفتها. بسم الله ما شاء الله، ريحتها تحفه، طعمها يجنن. يا ريت تجربوها وتشوفوا الفيديو وتعملوها. حلوه قوي قوي وسهله وبتفتح النفس. اقول كمان على الطريقه: جبت مكرونه صغيره قد كيس نص كيلو، اللي هي الصغيره خالص بتاعه الكشري، وحمرتها في ماده دهنيه، زيت او سمنه زي ما انت عايزه. بعد ما حمرتها كويس نزلت عليها بنص معلقه ثوم، وبشره بصلايه صغيره مش كبيره. في نفس الوقت ضربه 4 طماطميات صغيرين في الخلاط من غير ميه، معلقه صلصه. كل ده مع بعضه. بعد ما قلبت الثوم والبصل والصلصه مع بعض، رحت نازله بالطماطم، نزلت بالتوابل: ملح، فلفل اسود، بابريكا، سنه شطه. انتي مش عايزه شطه كتير حطي فلفل حامي. وسبتها اتشربت، وبعد كده وطيت عليها وغرفتها اهو. بقول لكم تحفه. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير، والقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.